شلونك شيخ رامي عيسى؟ الحمد لله، اتفضل. ان شاء الله بخير. معك ابو علي الهاشمي. حياك الله ابو علي، مرحبا يا ابو علي. الله يحفظك، كلمتك من يومين. انتظرتك يا ابو علي تتواصل معي يا ابو علي. والله كتبت لك، انت تاخرت علي بالجواب. انا اسف والله العظيم يا ابو علي، عندي رسائل كثيره جدا والله لدرجه يعني الحمد لله. سامحني يا ابو علي، بعتذر الله لك. يعينك. انا اعتذر لك امام الملأ. الله يحفظك ويبارك فيك. شنو موضوعك اليوم اخ رامي؟ والله يا ابو علي كنت بتكلم عن الشعائر اللي بيفعلها الشيعة، ومن الشعائر من التطيين واللطم والتطبير. آل البيت لم يأمرونا بذلك، والإمام زين العابدين سلام الله عليه كان موجود مع الإمام الحسين في كربلاء، وشاف أبوه مقتل والده ولم يفعل هذه البدع وهذه الخرافات. نعم. انا بصراحه حبيت اتداخل وياك، حبيت اسالك بسؤال. انا بحياتي ما طعنت لا بالصحابه ولا بزوجات النبي رضوان الله عليهم، ولا سبيت، لان المسلم ليس بسباب ما يعني شاء الله ولا عليك يا أبو شتام. علي، أنت شيعي عاقل يا أبو علي، وأنا أتشرف بالتواصل معك. الله يسلمك. لا يعني هو اكيد، وكل شيعي اذا فكر بالعقل والمنطق اكيد ما يتبع هذه الخرافات، من ضمنها القسم بالضلوع والعظام أحسنت. والجماجم. بيحلف يا أبو علي يقول لك وضلع الزهرة ورأس الحسين وكفوف العباس. ولكن انا حبيت يعني استشيرك، اخذ رايك اخ اتفضل. رامي، الله يحفظك. تتدلل على راسي على خشمي يا ابو علي. راسك عالي يا الله غالي، يسعدك. ولكن يعني انا بالنسبه لي انا قسمت بغير الله يعني. تعرف من شب على شيء ان شاء الله ما شاب عليه، يعني الوعي. انا عارف ممكن الانسان تنسى. إيه انت عايز تسأل لا كفارة لا، هذا الامر؟ احسنت. يعني احنا حتى اهل السنه والجماعه اللي موجودين بالعراق يحلفون باهل البيت، يعني يقسمون مباشره ليس بحق. هذه كلمه الحق والجاه اللي لفظوها بالبرنامج عندك كذابين، اكثرهم منافقين. احنا العراقيين واحد يعرف الثاني يعني. انا افهم مو يا ابو بس علي، العراقيين. البعض بيذل. النبي صلى الله عليه وسلم بين اما تقول صلى الله كده عليه وسلم. وتقسم بغير الله مباشرة، قل لا اله الا الله. يعني لو قلت لا وراس اله الا العباس الله. وفلان قل لا اله الا الله. يعني على طول ضم عليها كلمة التوحيد على طول يا ابو علي. لا ولكن يعني انا واحد من الناس قسمت كثير بغير الله عز وجل، بالعباس وبالحسين وبالزهراء. ولكن بعد فتره يعني من الوعي، احنا بالعراق ما عندنا، لا عندنا مساجد اللي توعي. حتى المساجد والمنابر السنيه لما تجلس، وبالوقت الحالي بعد السقوط 2003 تلقى حتى المساجد تتكلم فقط عن الحسين رضوان الله عليه وسلام الله عليه وآل البيت. ما في الدين يا ابو علي دروس للاسف يا ابو تفقيهيه. علي، الدين اصبح كله مظلوميات. نتكلم عن مظلوميات آل البيت والحزن والهم ومظلومية فلان، نطلع من مظلومية على مظلومية على. فهذا كله ليس دين الاسلام، دين تعليم لنا. لذلك انا اقول العالم، طبعا مش انا اللي اقول، والنبي بين صلى الله عليه واله وسلم، صلى الله عليه العالم وسلم. افضل 100 مره واكثر من الواعظ. ممكن واحد يخوفك من النار ويقربك من الله، لكن العالم اللي عليه طيب. يعلم الناس، يعلمه ازاي يصلي، ازاي يصوم، ازاي يتعلم طيب اذا العقيده هم اهل الصحيحه. السنه، طيب اسمح لي، انا والله مو من باب نفاق او دجل، اتكلم بما رايته شافت عيني يعني. وشافوه اهل العراق كاملين يعني. وحتى مساجد اهل السنه ما فيها توعيه، ما في انه هذا شرك وهذا حلال وهذا حرام. قد يكون يعني توقع مضيق في عليهم يا ابو علي، قد يكون مضيق عليهم اي مضيق. يعني مثلا اعطيك ابسط مثال، انا اتابع البرنامج واعرف يعني مع احترامي نعرف المنافق من اللي يتكلم صحيح. حتى احد علماء اهل السنه اللي عنده فيديوهات كثيره، طبعا انا انسى اسمه، شفته من المرات يطبخ ويطلب من الاكل، يعني يطلب من غير الله. فانت كيف اهل السنه اللي يتبعوه ويجلسون شوف يا ابو فانا علي، بس حبيت اسال. هعطيك انا حبيت نصيحه، اسال سؤال. هعطيك نصيحه تفضل. تنفعك في حياتك يا ابو علي. الله يرضى عليك. النبي صلى الله عليه وسلم، والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. أنا عايزك يا أبو علي، أي حد يعمل شيء، لو قدامك، لو حد رامي عيسى، وأنا بكلم الشيعة اللي بيسمعوني الآن، رامي عيسى قال كلام، أشوف هل الكلام ده موافق للقرآن فعلا؟ طب أنا مش حافظ القرآن يا شيع، هل الكلام ده موافق للعقل؟ يعني اتصل عليا شاب النهاردة اسمه يوسف، ولد صغير شيعي ما شاء الله محترم كده، قال لي يا شيخ أنا رحت النهاردة لمعمم وكنت أتزوج بنية،
فالبنيه كنت هتزوجها، فالمعمم عمل شيء كده وبدا يعني يعمل زي قرعه كده ويقول لي هعرف لك هل هذه تصلح ام لا. فقلت له يا حبيبي وانت حسيت بايه؟ قال لي حسيت ان هذا من الغيب، والغيب لا يعلمه الا الله. قلت له احسنت، يبقى هذا ساحر. انت كده فعلا. الكلام ده اتصل عليها في بدايه البث، كان خامس اتصال اظن. فالمقصد يا ابو علي ان انت كل شيء حطه، فلان طلع وشيخ وعمل وسوى وطلب من غير الله وانت بتقولي لا يجوز الطلب من غير الله، حلف فلان بغير الله وانت تعلم ان لا يجوز القسم بغير الله. فكل شيء يا ابو علي عايزك تفكر فيه وشوف عقلك، هل ده فعلا اللي بيعمله زي ما واحد مثلا يجي يقول لك تعالى معايا نطبر على الامام الحسين، انت تروح تطبر معايا يا ابو علي؟ لا مستحيل. خليني اوصل لك صوره اخ رامي. انا يعني نشأت ببيئه بغداديه قديمه. انا بغداد من منطقه ما احب اذكر اسمها، من منطقه بغداديه قديمه. من يعني والدي وجدي، ما شفت والدي ولا جدي طعن بالصحابه، ولا سب عائشه او زوجات النبي، ولا لطمنا، ولكن الحلف كان موجود. انا اقول لك بغير السنه الله. قبل الشيعه يقسم السنه قبل، والله انا ليس بمنافق ولا تقليل من شأن اي بشر، ولكن السنه قبل الشيعه يقسمون بغير الله. ما انا بقول لك هذا شرك، هذا شرك. ولكن زي ما انت قلت ممكن العاده خدت على كده، فلا بد ان يقدم لا اله الا الله. انا اعرف بعض الاشخاص من السنه يقول لك ايه في مصر عندنا، يقول لك والنبي ناولني الشيء الفلاني، جهل منه وما تذكره يقول لك والله نسيت. فاللسان ممكن يجري على هذه العاده، وهذا خطا. لكن انا عايز اقول لك على نقطه يا ابو علي بالله عليك، لان في ناس كتير بتتصل وانا مسكر الاتصالات لجمال عيونك يا عسل يا ابو علي انت يا حبيبي. الله يسلم عيونك ويبارك فيك. امين. ابو علي انت وعدتني المره اللي فاتت ان احنا هنفكر شويه ان شاء الله، ولعلك تتسنن باذن الله. حتى انت قلت لي انتم على حق، وفي مسائل كثيره انت توافقنا فيها. فرايك عايزين نتكلم في هذا الموضوع نعم انا وانت في الخاص ان شاء الله. باذن الله. ولكن انا اختصر، بس حبيت اختصر. انا هذه المداخله حبيت اسال. يعني احنا كعائله يعني توارثناها ابا عن جد. قلت لك لا بسبابين ولا ما شتامين، شاء الله. ولكن كنا نقسم بغير الله. ولا نؤمن بكتب الشيعة طبعا، ولو هي كتبنا، ولا نقلد مرجع من المراجع. الحمد انا ما لله. شفت والدي قلد مرجع، ولا شفت جدي يعني قلد مرجع، ولكن كنا نحلف بغير الله، لكن بغير علم. ما كنتم تدعون الحسين ولا تسجدون لقبر الحسين ولا شيء من ذلك. لا كنا انا اكلمك بكل صراحه، لان انا والله ليست بمنافق. وممكن اخواننا اهل السنه اللي يشتركون يسمعون اتصالي اتمنى يشاركون ويأيدوني او لا. اذا انا كنت كاذب فليقولون عني انا كاذب. اهل السنه نفسهم يروحون للحسين ويمسكون شباك الحسين. دول مش اهل. بص يا حبيبي، هو كل اهل السنه على صح. من يفعل ذلك فهو على بدعه وعلى ضلال. ان انا اروح واعلق قلبي. بص يا ابو علي، العباده ديت شيء عظيم جدا، وربنا خلقنا من اجل العباده، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالعباده ليها انواع. الصلاه عباده، الدعاء عباده، الصوم عباده زي ما احنا بنصوم، الحج عباده. فمن ضمن العبادات عبادات قلبيه بالقلب. زي ايه يا ابو علي؟ مثلا الخوف والرجاء والمحبه. فانا دلوقتي قلبي يتعلق بمن؟ بالله. لو انا وضعت محبوب تاني مع الله في قلبي وعلق قلبي به، محبوب ايه؟ ما بتكلمش على الابن او الاخت او لا، محبوب يا ابو علي ان انا قلبي، ان انا دلوقتي انا اتمنى ان ربنا يرزقني بيت، فما ياتي في قلب الحسين اتوسل بالامام الحسين واذهب عند قبر الامام الحسين واخشى. فهنا صرفت العباده القلبيه قبل ان اذهب للحسين. ده انا لسه ما اتكلمتش، بس شوف قلبي تعلق ازاي. لابد ان القلب ده يكون خالي ليس فيه الا الله. لابد ان قلبي يا شيعي اللي بتسمعني يا عاقل، قلبي ما يتعلقش، لا يعلق في قلبي دعاء احد الا الله. فقلبي يكون بالله تبارك وتعالى. ده اللي انا عايز اقوله لك. فاي حد بقى سني شيعي بوز، اي حد بيفعل غير ذلك فهو على ضلال عظيم يا ابو علي. لكن انت قلت لي ان شاء الله طيب اهلك ما انا كانوش عندي بس يعلموا. طلب من حضرتك واتمنى تهتم به، لان في منفعه لجميع المسلمين سنه فامورني. وشيعه. اتفضل. معي يا خامي؟ اتفضل يا حبيبي، تدلل يا عيوني. اسمعك ابو علي. ابو علي حول، اسمعك يا ابو علي والله. منقطع من عندك يا خامي. انا عندي طلب اتفضل. عندك، ايه الله هو يرضى الطلب يا عنك. ابو علي؟
هو هذه خدمة لجميع المسلمين إن كانوا شيعة أو كانوا سنة. أتمنى أنه تهتم بالموضوع وتركز على الطرفين، لأن أنت لما عندنا بالعراق جميع علماء ومشايخ أهل الشيعة بصورة عامة، الله سبحانه وتعالى حرمنا أن نتعامل مع الجن بكل صفاته، إذا كان مسلم أو مسيحي أو يهودي. متفقين؟ نتعامل مع ايش؟ مع الجن. ماله الجن؟ نتعامل معاه ازاي يعني؟ يعني لما تروح، يعني اليوم حتى أهل السنة اللي موجودين بالمناطق السنية يقول لك أنا ممكن أعمل لك محبة أو هذا تفرقة يا ابو علي بالقرآن. هجاوبك عليه يا ابو علي. هذا شرك وضلال، ومن ذهب الى كهان فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد. هؤلاء الكهنه السحره. عارف في بعض اهل السنه الجهله، هو انت مفكر اهل السنه دول ملائكه؟ هو انت مفكر يزعل اللي يزعل، يعني اللي بيسمعني الان يزعل اللي يضرب دماغه في الحيط. هو انت مفكر اهل السنه دول ملائكه كلهم ناس طيبين؟ لا، هتلقى في اهل السنه في فسقه، هتلقى ممكن في اهل السنه واحد شارب خمر، هتلقى في اهل السنه واحد بيزني، هتلقى في اهل السنه بيقتل. هم دول يمثلوا الاسلام؟ لا يمثلون الاسلام. هتلقى منهم واحد بيذهب الى ساحر. يعني انا جبت واحده قبل كده، امراه قيل لي من البلد اللي انا فيها، راحت الى احد القساوسه ولبسها صليب عشان كان عندها سحر وما شابه ذلك. فهذا شرك بالله وضلال بالله تبارك وتعالى. لكن في جهل، لازم نبين لدول زي ما انت بتقول لي فعلا، لابد ان احنا نبين لهم ونوضح لهم. لا ننزل عليهم بالتهامات، انتم كفره، انتم فجره. لابد ان احنا نبين لهم الحكم يا ابو علي، نبين لهم ان الذهاب للكهان ده شرك بالله، ولو صدقته لا يقبل. نعم أخوان، هذا الموضوع خطير جدا، وصدقني أنا أتمنى تفتح الاتصالات لأهل السنة ويجاوبون على الكلام اللي أنا قلته. طيب ابشر يا ابو علي، ان شاء الله هفتح ليهم. بس اللي انا بالله عليك دلوقتي بقى يا علي، عليكم انفسكم. فانا دلوقتي انت توعدني ان شاء الله انك تعيد التفكير فيما تكلمنا فيه انا وانت. والله أنا قلت لك أنا يعني نشأت بمنطقة سنية، يعني وأبا عن جد احنا ما كنا لا سبابين ولا لعانين، ولكن كنا نطبخ للحسين، نطبخ لغير الله. طب انا وكنا لا اريد كنا بقى يا ابو علي، انا اريد الان اعلمك الوضوء الصحيح يا ابو علي. أنا أتوضأ وضوء السنة بفضل الله تعالى. يعني وتغسل قدمك؟ هذا اكيد والله اغسل قدمي واغسل يد، اكيد احنا نشأنا على هذا الحمد لله. ولكن حب آل البيت، حب آل البيت كان عندنا عبادة. انا ما اكون منافق، اكون صريح معك. ونحن نحب آل البيت يا ابو علي، بس انت حبك، شفت الشيعي اللي اتصل قبلك وقال لي علي هو اللي خالق الكون رضي الله عن سيدي علي. ففي فرق ما بين حب هذا وحبك انت. ما احنا بنحب آل البيت، اشهد الله اني اتقرب الى الله الحب المطلق لله عز وجل، الواحد القهار. ولكن انا بس حبيت اتمنى من عندك هذا الطلب، يعني حتى لا نلغي الموضوع. ابشر يا ابو علي. تفتح الاتصالات اهل السنه وشوف يوافقون على الكلام. في مشايخ موجوده من اهل السنه، اللي يحب يعمل محبه، اللي يحب يرجع زوجته، اللي انا ساجيبك على هذا يا ابو علي. والشيعه ومراجع الشيعه بالنجف وكربلاء يحللون للساحر انه يتعامل مع الجن الشيعي معروف. وهذا الشيء اتمنى انه هذا الموضوع جدا مهم، لان في ناس على ضلاله. واليوم في قنبله نوويه موجوده يعني بوسط العراق والبحرين، المناطق اللي تواجد فيها الشيعة. البحرين فيها سحر كثير اعلم، والعراق بالذات. اليوم عندنا انتشر، حتى انفتحت مكاتب للسحر واعلانات بالتلفزيون. الناس اليوم تروح، اللي عنده مشكله ما يذهب لله عز وجل يصلي له ركعتين ويسال الله سبحانه وتعالى، ولكن يذهب للشيخ ويقول له انا اتعامل مع ملائكه شيعه، وعنده ترخيص وعنده ورقه من المراجع. طيب. واللي يقول لك عكس هذا كذاب ومنافق. هرد عليك يا ابو علي في كل هذا. خليك معايا يا ابو علي وانا هرد على كل هذا ان شاء الله، واخد مداخلتك باذن الله. بص يا ابو علي، انا بقول لضيوفنا كلهم اللي موجودين سواء سنه او شيعه، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اخبر: من اتى عرافا فساله عن شيء لم تقبل له صلاه 40 يوما. اللي ياتي عراف ويساله عن شيء، يعني انت الكهان الساحر دوت سواء بقى معمم او غيري، اتيته فسالته عن شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تقبل منك صلاه 40 يوما. يعني يحتاج انك تتوب وتسرع بالتوبه. وفي حديث ثاني: من اتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. فاللي بيروح لساحر من دول
ويظن أن يصدقه أنه يعلم الغيب فقد كفر كفرا بواحا خرج من دين الإسلام. طب يعمل إيه يا رامي عيسى؟ عليه بقى أن ينطق الشهادتين من تاني ويغتسل. يغتسل كده، ينطق الشهادتين ويغتسل، لأنه يعتبر إنسان أنت بتدخل الإسلام من تاني. فاحذر أن تذهب إلى هؤلاء. وأنا كنت عامل حلقة عن السحر وعن السيستاني واستخدام السحر وأتباع السيستاني، هتلاقوها في القناة عندي. وكنت عامل حلقة تانية عن السحر أيضا عند الشيعة، وهتلاقيها موجودة عندي. فالذي يذهب إلى هؤلاء ويصدقهم. اسمح لي. نعم. حتى لا أكون منافق، اسمع، أنا واحد من الناس ذهبت مع صديق اللي شيخ معروف وإمام مسجد سني لإبطال سحر، وبنفس الوقت لعمل عمل محبة ورجوع. وذهبت مع هذا الصديق نفسه لعالم ثق بمن رفع السماء بغير هذا حمد. صوفي يا حبيبي مش سني. فرق بين صوفي يا أبو علي وفرق بين سني. خلي خدمة. لا أنا أعرف الصوفية وأعرف مذاهبهم. أنا والله ما في سني يعمل كده، ما في شيخ. هذا إنسان زنديق يقول لك أنا أعمل لك عمل محبة أو عمل تفرقة وهو شيخ. ده مش شيخ يا حبيبي، وأنا بقولها لك أهو في وجهي يسمعها. ده مش شيخ يا أبو علي، ده زنديق. لا يوجد عندنا بفضل الله. أنا أتحدى شيعي يطلع ويقول ذلك، لكن هو أصلا كتب السحر أهي. معلش يا أبو علي خليك مع وأنت معايا بقى يا أبو علي. فين كتاب أهو السر المستتر في العلوم الغريبة وتعبير الرؤى؟ ده السحر يا أبو علي، ده اللي بيفعلوه يا أبو علي، ده اللي بيفعلوه يا أبو علي. يا ابو علي تعبتنا يا ابو علي. وكتاب مدينه نهج البلاغه وقع يا ابو علي، بقى لنا 3 ساعات بنتكلم يا ابو علي، ما تعبتش؟ بصوا ايها الاكارم، هذا الكتاب دي كتب السحر اللي احنا عرضناها لكم من قبل ايها الاكارم. ده كتاب السر المستتر في العلوم الغريبه والجفري وتعبير الرؤى. شوفوا بقى ايها الاكارم، شوفوا السحر اهو. ده السحر، ده السحر والطلاسم اللي بيعملها لهم. وده كلها اشياء بتطلب من الشيطان. بص الشيطان بيطلب منه هذه الاشياء، هذه الطلاسم اللي انت بتشوفها قدامك اهي. شايفها ورسم المربعات ديت والكلام اهوت. عقدت شهرة فلان على فرح ب3 كذا بحربة علي بن ابي طالب، بص، او بحرمة علي بن ابي طالب اهيت. بص، فدي عقد شهوة الرجل، استغفر الله، عقد شهوة الرجل، ان يعقد شهوة فلان ان لا يستطيع ان يجامع زوجته او شيء. شفتوا تفرقة. ودوت سحر تاني يعرفك، اللي انا كنت بعمله قبل كده، بقول لهم قبل كده، مش بعمله استغفر الله، كنت بخبرهم لو تريد ان تعرف متى تموت. هذه الاسحار اللي بيفعلونها. وهذا كتاب السر المستتر يا ابو علي. يا ابو علي، يا ابو علي صدقني، هذه الاسحار اللي بيفعلها امثال هؤلاء، ويزعمون ان آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم امروهم بذلك يا ابو علي. فنحن اهل السنه والجماعه بريئين من هذه الشركيات وهذه الضلالات. واي واحد بيفعل مثل هذه ويذهب الى هذه القبور والى هذه الاضرحه، يذهب الى هؤلاء السحره اقصد، ويطلب منهم فعل مثل هذه الامور، فهو انسان ضال يا ابو علي، هو انسان ضال منحرف يا ابو علي. حياكم الله، عدنا اليكم من جديد. بسم الله. معايا يا ابو علي. رحت فين يا ابو علي؟ عرفت يا ابو علي الحقيقه؟ ما خليتني اكمل الحديث، وذهبنا الى خلي خدمك شيخ. ما احنا بقى لنا 18 دقيقه يا ابو علي لا بس هذه اللحظه، بس هذه الثواني اعطيني. وذهبنا الى يعني امام وقارئ طبعا يقرا عن الحسين. ذهبنا إليه وأنا سألته نصيا، قلت له يعني الله سبحانه وتعالى حرم أنه نتعامل مع الجن، فأعطاني كتاب مرخص من المرجعية أنه يسمح أنه يتعامل مع الجن الشيعي. هو في جن شيعي؟ في جن شيعي قال لي، وفي جن مسيحي، وفي جن يهودي، ولكن هم يتعاملون مع المسلمين الشيعة اللي يعبدون علي بن أبي طالب. والجن موالي لآل البيت اكيد طبعا. وانا سأل السؤال من يومين، سالت عمي قال لي كلمه، قال لي علي بن ابي طالب انولد في الكعبه، فانا قلت له انولد في زمن الجاهليه؟ قال نعم. قلت له كانت اصنام موجوده، كيف ينولد تحت قدم صنم؟ أيوة. سالته سؤال ثاني، قلت له مشيمه المراه هي نجسه وهذا بيت الله طاهر؟ قال لي لا، هذه يختلف بهذا الموضوع، لان يعني هذا الشيء حلال مو حرام. ما شاء الله. شرقت يا ابو علي. كمل يا ابو علي. صحة
صح. وديتنا جن شيعي يا ابو علي. نعم. جن شيعي. اي طبعا يتعاملون، قال لي لان المرجعيه محلله التعامل مع الجن الشيعي. نعم يا ابو علي، شكرا ليك يا ابو علي، والله انت انسان عاقل فعلا. يعني كيف شكرا امراه حبيبي، حائض الله وتدخل يحفظك. الى الكعبه، او امراه قصدي ده من فاس وتدخل الكعبه وعلي يوضع تحت قدم. ما شاء الله انت سني يا ابو علي، انت رجل سني كده ما شاء الله، اصبحت سنيا يا ابو علي. الله شكرا يسلمك. ليك. الله يجزيك الخير، شكرا شكرا لك. ليك يا أبو. اتمنى تركز اخ رامي، تركز على هركز يا موضوع ابو علي، السحر. بس الشرقه تروح، بس هركز عيون يا ابو علي، تدلل يا ابو الله علي، يحفظك، الله يبارك تدلل يا ابو فيك، علي، نشوفك الله بخير. يسعدك. ابقى تواصل يلا معايا السلام على الرقم عليكم. الخاص يا ابو علي. ان شاء الله باذن الله إن شاء الله. تعالى. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. ايها الحبيب، عشان تدعمنا والقناه ما تقفش، سوي اعجاب وشارك الفيديو في اكثر من جروب، ولا تنسى تفعيل الجرس كي يصلك كل ما هو جديد.